بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة كلنا بنحبها كبار واطفال. هنا معانا بصل شرايح، ومعانا طماطم متقطعة وفلفل متقطع وكاتشب وليمون، ومعانا التوابل ملح وفلفل وكمون وبابريكا وكركم. هنا هننزل بالبصل بتاعنا اللي احنا مقطعينه، وبعد كده هننزل بالتوابل ملح والفلفل والكمون والبابريكا والكركم ونقلبهم سوا. وبعدين هننزل بالطماطم اللي احنا مقطعينها والفلفل الاخضر، ونخلط المكونات كلها مع بعضها. النهاردة ان شاء الله هنعمل فراخ بصوص البصل مشوية في الفرن. طبعا الفراخ من الوصفات الجميلة اللي احنا كلنا بنحبها والاقتصادية. هنا معانا عصير ليمونة، الليمون برضو بيبقى حلو مع الفراخ المشوية وبيساعدها في التسوية. هنقلب المكونات كلها، وبعدين هننزل بمعلقة صويا صوص، معانا كيس كاتشب. لو مش متوفر عندك الكاتشب مش مشكلة، بس هو بيدي لون وطعم للفراخ المشوية حلو. بعد كده هننزل بالفراخ بتاعتنا ونقلبها مع الخضار والتوابل عشان تتبل معانا. ممكن تعمليها بدري شوية وتسيبيها متبلة في الخضار دوت والتوابل. بعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا وهنبتدي نحط شوية من الخضار ده في قعر الصينية، وبعدين هنحط الفراخ بتاعتنا نرصها، وهننزل ببقية الخضار عليها. حطينا الكمية بتاعتنا كلها. هننزل بقى على الوش بمعلقتين زيت عشان يدي لون حلو للفراخ وتحميرة. ده شكلها معانا. بعد كده بقى هننزل بكوباية مية عشان احنا هنحطها على البوتاجاز تستوي 3/4 سوا. لو انتي مش عاوزة تحطيها على البوتاجاز يبقى غطيها بورق فويل وحطيها في الفرن على طول. كده هناخدها بقى نحطها على البوتاجاز، وده شكلها اهو معانا بعد ما استوت 3/4 سوا. هندخلها بقى الفرن، وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. جربوا بقى الوصفة وقولوا لي ايه رأيكم ان عجبتكم، وما تنسوش اللايك. ده شكلها معانا اهوت النهائي. بعد كده بقى هنغرفها. ممكن تعملي معاها رز بسمتي او تاكليها بالعيش. ولو عايزه تعرفي طريقه الرز البسمتي ارجعي للقناه عندي، انا عامله فيديو للرز البسمتي اتفرجي عليه وشوفيه. عاوزه تعملي معاها مكرونه اعملي زي ما انتي تحبي، او عيش، هي بتتاكل باي حاجه. ده شكلها النهائي. جربوها بقى وقولوا لي ايه رايكم. لو عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه.